السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين ومتابعين قناتي، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم المهندس بسام صالح. حبيت أدردش معاكم كده كلمتين ونقول للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يا ريت بعد كده ما يعملش بطولة آسيا وأفريقيا أو أي بطولتين كبار مع بعض في نفس الوقت. ما ينفعش كده نقدر مش عارفين نتابع البطولة دي ولا دي والماتشات في نفس الوقت. انا شايف ان ده خطأ اداري رهيب وحتى خطأ تسويقي. يعني لو عايز كمية مشاهدة و كبيرة، ولو محتاج ملايين وبلايين الناس تشوف البطولتين، فلازم على الاقل تحطهم بينهم شهر فرق يعني، انما يتحطوا في نفس الشهر وفي نفس الاوقات كمان الماتشات، فصعب جدا. ابطال يعني كاس اسيا كان جميل وقوي وكان تصويره مبهر ورائع، وكمان كاس افريقيا عشان مصر كانت بتلعب فيه كنا برضو محتاجين نتفرج عليه ونركز فيه. فالحمد لله عدت على خير، بس المرة الجاية المفروض الفيفا تبقى عندها وعي اكتر من كده ان هم ما يلعبوش البطولتين مع بعض في نفس الوقت. ايه اللي اهم ما يميز بطولة اسيا؟ ان العرب كانوا متواجدين جامد. الاردن، قطر، الامارات، عمان، البحرين، كان في تواجد عربي قوي. وفي الاخر قطر الف مبروك ليها، فازت، مع ان الحكم الصيني انا شايف انه ذبح النشامة والاردن في اخر ماتش. اصلا حكم غريب، كان عنده سوابق قبل كده، بيقولوا كانوا مرتشي او كان واخد غرامات جامده، فمش عارف اشمعنى ده اللي جابوه. يعني انا شايف من الثلاث بلنتيات ممكن واحده اللي صح. الاردن اتظلمت. هارد لك حسين عموته، عملت ماتش رائع وبطوله رائعه، انت مدرب قدير، وانا شايف انك انت لازم تكمل مع الاردن عشان عملت لهم شكل ومنظر جميل وقوي، وكانوا اول مره الاردن يوصل نهائي كأس الآسيا. فهارد لك ليك يا حسين، احنا بنحبك وبنعزك عشان انت راجل كفء وبتشتغل جامد وشاطر، وربنا يوفقك في اللي هو جاي. يا ريت الفيفا بعد كده ما يحطش البطولتين او اي بطولتين كبار في نفس الوقت وفي نفس التوقيت وفي نفس الساعة. اعزائي المشاهدين، لو عجبكم الفيديو ارجو انكم تعملوا سبسكرايب وفولو للقناة، ودايما مع بعض بصحة وبخير وبسلام. شكرا.